ورحمة الله وبركاته. اليوم جيتكم فيديو جديد إن شاء الله يعجبكم. اليوم جمعت الفئة المهندس على مود أشتريها. جمعت مثل ما تشوفون 1205. هالخمسة هيك عوف على صفحة جمعت لها. مثل ما قلت لكم أنا بالفيديو السابق، قلت لكم راح أجمع لها وافتحها وسوي عليها فيديو. واليوم مثل ما تشوفون طبعا أنا ما ألعبها هواي، كان هيك بأسبوع هاي فتحتها أو أقل من أسبوع. وهسه نشتريها، نقول بسم الله نشتري الفئة. وأخيرا اشتريناها هاي الفئة القشرة. هسه نجهزها بدال ما نحطها بدال صعد المكافآت. يحتاج لترقية، نرقيه، خليها بعدين ما نرقيه هسه. ونجهز الفئة. طبعا هذا السلاح خرافي إذا تحبون يعني الأسلحة نفس هذا، نفس البوباكشن تقريبا، أسلحة رش. وإذا فتحته هذا بعد أحسن، يصير السلاح خرافي. هسه خلينا نشوف احنا والله شو نقدر نعطيه. خلينا نعطيها أم الألف. طينا أم الألف وراح نحدث السلاح. حدثناه صار برو. نحط له ماسك. شوف فوها فتحنا فوهات الكاتم 2. نشوف بعد ما فتحنا غير شي. بعد ما اقدر احدثه. هذا السلاح طبعا نوعا ما زين بس الضرر مالته ضعيف. هذا السلاح لا بأس به. هذا السلاح ايضا، بس اللي عجبني كلاشينكوف العراقي. هنا أنا مسمينه KR 15 مسمين السلاح. طبعا هذا السلاح همين خرافي لدرجة. والسنايبر فد شي خرافي، بس يحتاج لهن كل شي. ذني احتاج لهن حزم، فد لازم تجمع هم صقور وهاي وتسويهن هم دوخة ثانية. هسه نشوف نحط له هذا لون. شوف لون حلو إله. هذا ما يجي عليه حلو اصلا، مو حلو مال حراشف التنين. نحط اللون الاحمر. فتح لنا مخزن كبير. هسه نخرج نروح نلعب بي جيم. او اول شي خلينا نشوف ذني مالات الاسلحة. طبعا هاي اول سلاح جيد. هذا الثاني يشمر صعقات كهربائية. الثالث هذا صراحة ما اعرف، تقريبا رشاش شلون الثقيل. اعتقد ها طلقة واحدة مرة لان لعبت وضربني طلقة واحدة كتني. اما هذا بالنسبة له شلون اقولكم اياه، شلون مال الطيارات تضرب الطيارات، بس هذا يضرب الجنود. اما هذا المصيبة بدي يتعلق بالكتف هذا مال الجندي. فد سلاح خرافي هذا الاخير. بعد مثل ما قلت لكم ما بي بعد اي شي يعني. هو هاي خلنا هسه نطوره. طيته طويل رقيناها هاي هسه. وهاي نهاية الفيديو شباب. اذا عجبكم الفيديو لايك واشتراك بالقناة اذا كنت ما مشترك. في امان الله.